الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير انتوا كل حبايبكم. هعمل معاكم النهارده الكبده الاسكندراني. هي الكبده هنا دلوقتي بعد ما استوت اهيت، وهنعمل معاها طبق بطاطس محمره ومكرونه حمرا، طبق مكرونه حمرا. وده طبعا المخلل اللفت انا كنت عاملاه معاكم في الفيديو اللي قبل كده، في فيديو في القناه. يعني شايفين احمر المخلل اللفت ازاي من غير ما حطيت عليه بنجر ولا اي حاجه خالص. هنيجي اهوت، انا كان معايا نص كيلو كبده، الكاميرا ما جابتش التصوير الاولاني فيه. نص كيلو كبده شوحته الاول اهوت، تشوح اهوت. تحط له زيت، سمنه كتير وزيت كتير. تحط نص كوبايه سمنه على زيت. حطيت معاه شرايح بصل وراس توم كبيره اهو. تشوحيها الاول في نص كوبايه سمنه على زيت، او زيت بس او سمنه بس، ولو عندك زبده ممكن تعملها بزبده برضو. بعد ما اتشوحت اهي حطيت عليها راس توم كبيره وبصلتين، وبرضو ايه بشوحهم بيها كده. كل شويه شوحي فيهم كده. البصل دبل اهوت. وحطيت توابل بقى، معلقه فلفل اسمر، معلقه شاي يعني فلفل اسمر، كزبره، شطه حمراء او حراقه، شطه حمراء حراقه، بهارات لحمه. انا بزودها شويه ميه عشان احنا بنحبها طيبه جامد، عشان لو فيها ميكروبات ولا حاجه تغلي لمده كتيره وتتقتل فيها. اهيت شربت كل السوائل بتاعتها اهيت، وجميله خالص وطعمها جميل وريحتها جميله. هنحط بقى عليها ايه اهو، فلفل رومي، واحد اخضر وواحد نص، واحد اخضر ونص، واحد احمر ونص، واحد اصفر. فلفل رومي دي بياخد معاها غلوة واحدة بس. الفلفل ده بياخد مع الكبدة غلوة واحدة بس، بيبقى شكله باين كده فيها. هي دي بقى الكبدة الاسكندراني. وفي ناس كتيرة بتضيف لها تكات تانية وكده، بس كل واحد بقى على حسب رغبته بيضيف لها اللي هو عايزه. هنعمل معاكم هنا المكرونه الحمراء اهوت، طبق مكرونه حمراء. حطيت معلقه زبده اهيت بنسيحها، وهنحط عليها بقى ايه صلصه المكرونه اهو. دي مكرونه انا مطيباها في البيت، إيه صلصه ولا ايه؟ انا مطيباها في البيت. دي ميه سلق المكرونه، ما تحطش المكرونه غير لما تغلي عشان ما تعجنش منك. اول الميه ما تغلي تحط المكرونه على طول اهو. وجربوا الطريقه دي في المكرونه وفي الكبده، هتعجبكم ان شاء الله والله، وطعمها في منتهى الجمال، وطريقه بسيطه وسهله. المكرونه غليت اهيت، بتغليها تحطي بقى تبهري الصلصه بتاعت المكرونه. حطيت نص معلقه ملح اهوت، ونص معلقه فلفل اسمر. المكرونه متحطش عليها حاجه غير بهارات غير كده. برضه هنحط عليها برضه نص فلفل احمر، ونص فلفل اصفر، ونص اخضر، نص واحد يعني اهو. برضه تغلي مع الصلصه غلوتين تلاتة، بيدي المكرونه طعم في منتهى الجمال وريحه. الفلفل الرومي اللي انت بتحطيه ده. وجربوا طريقة المكرونة ديت بالفلفل الرومي كده والكبدة الاسكندراني، هتلاقي طعمها في منتهى الجمال. البرد انا حاطه فيه بيض، بنغلي فيه البيض. البرد ده ما بنعملش فيه حاجة غير بيض بس. والمكرونة سلقتها اهوت. انا ما بحطش في مسليق المكرونة اي حاجة خالص، ولا ملح ولا زيت ولا اي حاجة. هي سليق في مية عادية بس، عشان احنا نحط في الصلصة زبدة او سمنة او زيت، والملح في الصلصة اهو. وبنغسلها تحت المية. انا عامله لكم الطريقة دي قبل كده كتير. بعد ما تغلي بنشطفها تحت شوية مية ساقعين من الحنفية، عشان لو فيها نشا زيادة ولا حاجة ينزل. وتحطها برضو على النار كده شوية تشرب بس، تسخن بس معاك بس. وطعمها في منتهى الجمال المكرونة بالطريقة دي. والفلفل ده والله عطاها طعم وريحة في منتهى الجمال.
يا دوبك يتشوح برضو معاها التشويحه دي، الفلفل الرومي يتشوح مع المكرونه التشويحه دي بس. وجربوها وهتعجبكم والله ان شاء الله يعني. والاكل اهوت بعد ما استوى اهوت. كبده اهيت الكبده بتزودي لها السمنه شويه والزيت عشان تطيب كويس معاكي. ولو انت عايزه تشيليه بعد كده في الاكل شيليه يعني. ودي المكرونه اهيت بالفلفل الرومي، طعمها في منتهى الجمال المكرونه بالفلفل وتحفه. وده طبق بطاطس متحمره اهوت اهو. وطريقتهم في منتهى الجمال وطعمهم في منتهى الجمال وطريقه سهله وبسيطه خالص. وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. ده اللفت مخلي اللفت اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو من اسبوع كده. شايفين احمر من غير اي بنجر ولا اي حاجه خالص. هو كده اللفت السلطاني محمر نفسه في نفسه كده زي ما انتوا شايفينه كده. وانا كده يا حبايبي عملت معاكم طريقه الكبده الاسكندراني وطبق مكرونه حمراء مختلف شويه، طعمهم في منتهى الجمال. ولو سمعتوا الفيديو بتاعي يا حبايبي لحد دلوقتي اعملوا اشتراك في القناه واسمعوا الفيديو للاخر واعملوا لايك للفيديو يا حبايبي لو سمحتوا. انا قناتي بادئه لسه جديده وعايزه تكبر بيكم معاكم ان شاء الله. وانتوا اللي هتكبرونا وترفعوا القناه لفوق. شايفين اللفت عامل ازاي من غير بنجر ولا اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.